ابراهيم سعيد. يا سلام يا سلام يا راجل، يا راجل، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن يا جماعه. قصه هدف، مش قصه هدف. الكوره دي ازاي؟ قصه هدف، قصه هدف. الكوره دي ازاي؟ وتترد تاني لصندوق مرتين وتمسك العرض وتترد تاني لصندوق مرتين وتمسك دماغه وعلى ابراهيم وصندوق. طول عمرنا واحنا بنتابع الدوري المصري، الدوري بتاعنا العظيم، بيجي في دماغنا سؤال: هو الفكرة مين اللي أنشأها؟ مين صاحب الفكرة؟ معلومات كده جديدة عن دورينا المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من لمسة ولعبة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لأبي وأخي وارحمهم وجميع أموات المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. بيقول لك بقى، كان في إعلامي اسمه محمود بدر الدين. جه عمنا ايه، جدنا محمود بدر الدين، دخل على الفريق محمد حيدر باشا. ده كان رئيس اتحاد الكورة المصري سنة 48. دخل عليه قال له: بقول لك ايه يا ريس، وعلى فكرة الفريق محمد حيدر باشا ده من أوائل الرؤساء لنادي المختلط أو فاروق أو حديثا الزمالك. دخل عليه قال له: بقول لك يا ريس، شغل دوري القطاعات ده ما ياكلش. مش كل القطاع أبص نلاقي قطاع القاهرة الأهلي بياخدها وهو نايم، القناة المصري بياخدها والإسماعيلي بياخدها. عاوزين منافسة أكبر، عاوزين دوري زي الدوري الإنجليزي. قال له: عندك الفكرة؟ قال له: طرح عليه الفكرة اللي هو هيجيب من كل القطاعات فرق الأندية اللي في كل القطاعات ويعمل لهم دوري واحد كلهم هيلعبوا بعض. فكرة عجبت الفريق محمد حيدر، وعرضها على جلالة الملك فاروق الأول. عجبته، قال لك: يلا بينا يلا بينا يلا بينا. محمد حيدر باشا جمع 11 نادي، ابتدى بيهم النسخة الأولى في سنة 48، 22 أكتوبر سنة 48، لقاء الجولة الأولى في الدوري الممتاز المصري. قال لك 11 فريق بقى، هما الأهلي والترسانة والترام. الترام ده كان واخد كاس قبل كده برضو، والمصري وبور فؤاد والاتحاد السكندري والأولمبي السكندري والإسماعيلي والله زمان يا مانجا، المانجا باظت. والاتحاد اليوناني بالاسكندرية والسكة الحديد، واحد من أعرق الفرق السكة الحديد. وطبعا كان معاهم نادي فاروق اللي هو نادي الزمالك. ده أول نسخة، 11 فريق 11 فريق. أول ماتش بقى في الدوري عامة كان ماتش الزمالك والمصري. الزمالك كسب فيها 5-1. وأول ماتش للأهلي لاعب اليوناني السكندري وكسب 5-0. نيجي بقى على اللعيبة بتاعت الأهلي اللي كانت في الموسم ده. كان حارس مرمى اسمه كمال حامد.
طبعا اللعيبة أنا مش عارف مراكزهم في البحث، ما كانوش جايبين مراكز اللعيبة بأمانة يعني. عبد المنعم شطورة، محمد أبو حباجة. أبو حباجة ده كان مهاجم، قريت عنه قبل كده اللي هو كان مهاجم. عبد العزيز همامي، حسين مدكور، فؤاد صدقي، سيد عثمان، وحلمي أبو المعاطي، فتحي خطاب، والسيد عطية توتو هداف التاريخي من ضمن الهدافين التاريخيين كابتن توتو للنادي الأهلي. أحمد مكاوي كان هداف الأهلي في الدوري ده، جاب حوالي 11 أو 9 أهداف. وكان معاهم مختار التتش اللي اتسمى الاستاد الأهلي في الجزيرة على مسماه. أول ماتش قمة سنة 48 كان المسمى الزمالك ونادي فاروق. انتهى الماتش 2-2. أحرز للأهلي أحمد مكاوي وسعد عثمان، وللزمالك سعد رستم وعبد الكريم صقر. عبد الكريم صقر ده يا جماعة أسطورة من أساطير الأهلي والزمالك. جاب 19 هدف في ماتشات القمة في مختلف البطولات، مش في الدوري بس. كان في قطاعات، كان في نادي دوري القاهرة. عامة يعني مجمل أهدافه جاب 9 مع الأهلي و10 مع الزمالك. هو الراجل لعب قطبين أهلي وزمالك، زي من قبل حسين حجازي لما لعب مع الأهلي والزمالك والسكة الحديد. وطبعا طلع احترف بره، من أوائل اللعيبة اللي احترفوا بره هو كابتن حسين حجازي، لعب بره في انجلترا في ناديين أو 3 على ما أظن. نيجي بقى للرقم القياسي المسجل لفوز فريق بالدوري. الأهلي طبعا بابا الشغلانة 45 لقب، الزمالك 15 لقب، الإسماعيلي 3 ألقاب أولهم 1966، الزمالك أول ألقابه 1959، يعني قعد 11 سنة منذ تأسيس الدوري لم يفوز به. الأهلي أخذ أول 9 نسخ دريك، أول 9 نسخ على طول، فيش يا مرحمين. غزل المحلة لقب سنة 72-73، الترسانة لقب سنة 62-63، الأولمبي لقب سنة 65، المقاولين لقب سنة 82. ولما جه يشارك في بطولة أفريقيا دوري أبطال أفريقيا قال له اركن أنت، هندخل الزمالك اللي بيقول لك محسوبية ونادي الدولة الأهلي. الزمالك يحمل الرقم القياسي في عدد مرات وصافة الدوري، 34 مرة وصيف للدوري، 34 مرة كومبارز خلف النادي الأهلي. الإسماعيلي وصاحب الرقم القياسي في المركز الثالث، 17 مرة مركز ثالث، 17 مرة مركز ثالث. الأهلي والزمالك ينفردان برقم قياسي، الناديين الوحيدين الذين لم يهبطوا إلى الدرجة الأدنى، الناديين الوحيدين الذين لا يهبطوا للدرجة الأدنى. هدافين أول نسخة محمد التبعي اللي هو الشهير بالسيد الدزوي، لاعب المصري وبعد كده راح لعب في الأهلي عدد مواسم ليس بقليلة، 15 هدف.
يأتي بعد منه محمد دياب العطار الديبة، نجم نادي الاتحاد وهدافهم التاريخي 11 أو 13 هدف، يعني اختار انتوا، مش موثقة أوي. أول لاعب محترف في الدوري كان حميدتي أحمد، أول لاعب أجنبي ده لفريق الترسانة. نيجي بقى لأكتر لعيبة شاركوا في الدوري. كابتن محمد عبد المنصف أوسة لعب 458 ماتش مع مختلف الأندية. نيجي بقى للهدافين التاريخيين للدوري الممتاز. يتصدرها كابتن حسن الشاذلي ابن شبرا البار ابن بلدي. كم ممتن إني صديق لحفيده أحمد مصطفى شاذلي، صديق مقرب إليه. حسن الشاذلي أحرز 176 هدف وهو الهداف التاريخي للدوري. يأتي بعد منه في المركز الثاني كابتن حسام حسن المدير الفني الحالي للمنتخب 168 هدف. عبد الله السعيد اللي سابهم وخلع 134. هتقولوا عليه جعان كمان؟ هيبقى كده، ده كده هيبقى نادي الجعانين. السيد الدزوي 127 هدف مع المصري والأهلي مناصفة. مصطفى رياض نجم نادي الترسانة 122 هدف. نيجي لكابتن بيبو كابتن محمود الخطيب 109 هدف. الأرقام اللي بقولها لكم دي في الدوري فقط، لا في كاس ولا في ولا في بطولات أفريقيا للأندية. نيجي كابتن أحمد الكاس 107 هدف. نيجي لمحمد أبو تريكة الماجيكو أمير القلوب 107 هدف أيضا. كابتن جمال عبد الحميد 101 هدف. نيجي لكابتن عبد الحليم علي 181 هدف. فحكاية كبيرة الدوري المصري، رغم اللي احنا في سنوات كده فقدنا الشغف فيها. اتفرج على دوري مصري ايه يا عم؟ لا، الدوري المصري في التسعينات كان في أندية عريقة، كان في أندية كبيرة قوي، كان في أندية شعبية. كنت تروح تلاعب كده الأهلي، كان يروح مثلا يلعب جمهورية شيرين، تلاقي الاستاد كله مليان ضغط جماهيري. يروح يلعب الشرقية برضه الاستاد مليان. لعب فرق كده الأقاليم، طنطا، منصورة، يا نهار أبيض، كان بيبقى عيب في المحافظة دي والله الإقليم اللي الأهلي ولا الزمالك رايحه. فيا ريت يا ريت بجد موضوع دمج الأندية ده يأتي بثماره ويبقى تطلع لما هو قادم للدوري المصري. دي كانت حلقة مفصلة لتاريخ الدوري المصري على قد ما قدرت طبعا أجمع معلومات علشان الحلقة ما تكبرش أكبر من كده. والله الموفق المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.